في 3 هدايا في اخر الفيديو، تمام؟ وممكن ازود لكم واحده رابعه، ممكن بونص. فتابع الفيديو للاخر وان شاء الله تعرف هديتك، وان شاء الله كمان هتكون من نصيبك. السلام عليكم. الساعه دلوقتي 7 وانا لسه صاحي دلوقتي، وفكرت طبعا في فكره الفلوج، عشان كنت ناشر على التيك توك ان ان شاء الله باذن الله هبدا انزل فلوجات باذن الله، وهنبدا نتكلم ان شاء الله في مواضيع تخص الجيم وتخص حاجات تانية، بس اهم حاجه طبعا المبدا الاساسي هو الجيم. دلوقتي ازاي تنظم وقتك في رمضان، وازاي تدرك ما بقى من رمضان. رمضان دلوقتي عدى فيه 15 او 16 يوم، تمام؟ المفروض فاضل 15 او 14 يوم. انت دلوقتي عايز تدرك رمضان، عايز تدرك نص رمضان التاني. انت في نص رمضان الاول شوف انت عملت ايه، هل عملت حاجه، هل ما عملتش حاجه، هل كنت مخطط لحاجه في رمضان خلصتها، هل مثلا خلصت نصها، هل بتبدا عايز تحط خطه في رمضان انك تخلص ما بقى لك من الخطه اللي حضرتك كنت عاملها، ولا هل لسه ما خططتش لحاجه، ولا هل لسه ما عملتش حاجه، ولا هل انت مش عارف تنظم وقتك؟ عشان رمضان وقته ضيق جدا. حضرتك من سحور من الفجر هتنام اكيد، ممكن تصحى لك على الظهر او كده، لحد ما تصلي الظهر حضرتك هتروح مشاويرك، هتروح دروسك، هتروح هنا او هنا، الفطار، هوب التراويح، هوب الخلاص، هوب السحور. وقت ضيق جدا في رمضان واحنا مش عارفين نعمل ايه. فده موضوع حلقتنا النهارده ان شاء الله النهارده، وهنتكلم ازاي ننظم وقتنا في رمضان، وازاي نحافظ على وقتنا في رمضان، ازاي نعمل خطة وازاي نمشي عليها، ازاي نرضي ربنا وازاي نرضي نفسنا، ازاي نعمل لاخرتنا وازاي نعمل لدنيتنا. فاول حاجه هنتكلم فيها النهارده ازاي تنظم وقتك. مبدئيا انت دلوقتي عندك 3 حاجات المفروض هتعملهم. اول حاجه طبعا قرانك وصلاتك، دي مبدئيا دي اهم حاجه، دي اول حاجه طبعا. تاني حاجه مذاكرتك. انت حضرتك سواء كنت ابتدائي، سواء كنت اعدادي، سواء كنت ثانوي، انت عندك مذاكره في الاول وفي الاخر، وانت لازم تتعلم ولازم تقرا. انت عندك امتحانات، انت ربنا امرك بالقراءه، ربنا امرك بالكتابه. اول حاجه كان ربنا كان ذاكرها لسيدنا محمد، اقرا باسم ربك الذي خلق. تالت حاجه وهو الجيم. الجيم دلوقتي انت عندك اكل فيه، عندك تمرين المفروض تحافظ عليه، ما ينفعش تستكسل، بالذات واحنا في النص التاني من رمضان. فان شاء الله النهارده هنيجي نحل كل اللي انا قلت لك عليه ده، وباذن الله نلاقي حل الوقت ده. وهذه خطه يا عزيزي ان شاء الله مدروسه باذن الله، وهتغيرك للاحسن ان شاء الله. اول حاجه ان شاء الله زي ما ذكرنا هنبدا بيها هي القران. القرآن دلوقتي هنبدأ بيه. أول حاجة طبعا القرآن هي بركة اليوم، وإن شاء الله أنت لازم تاخد ورد كل يوم في يومك إن شاء الله، عشان يكون في بركتك، وعشان تخليك تكمل اليوم وربنا يحفظك من كل مكروه بإذن الله. مبدئيا دلوقتي الساعة 8، تمام؟ فأنت دلوقتي عايز تنظم وقتك من 8 لحد موعد نومك. فأنت دلوقتي هتعمل إيه؟ أول حاجة طبعا بإذن الله عشان تستفتح يومك ببركة وخير، هتمسك القرآن. الساعة دلوقتي 8، فلو حضرتك قريت ساعة واحدة بس، ساعة واحدة من القرآن، هتخلص مثلا فيهم جزئين، 3 اجزاء مثلا، على حسب قراءتك، على حسب ترتيلك. فانت دلوقتي يعني ان شاء الله باذن الله في ساعه ممكن تخلص جزء، جزئين، 3، على حسب. فانت دلوقتي لو خدت مثلا اول ساعه قريت فيهم قران، وقريت فيهم مثلا جزء او جزئين، او خلصت جزء من القران، فانت حضرتك هتكون عملت مجهود كبير، وان شاء الله اتقدمت لقدام، تمام؟ فانت دلوقتي ان شاء الله هتفتح من الساعه 8 لحد ان شاء الله الساعه 9 تقرا فيهم قران. فانا هعمل كده عشان ده الفلوج. فان شاء الله باذن الله هقرا لحد الساعه 9 قران، وباذن الله بعد 9 ان شاء الله هنكمل الخطه مع بعض. فانتظروني لحد الساعه 9 واجي لك تاني. طيب يا شباب، الساعه دلوقتي 9 وربع، الحمد لله خلصت قران. لقيت القران شددني في الربع ساعه دي، فقلت اقعد اكمل يعني اخد اجر اكتر، والحمد لله استطعت اني اخلص جزئين، والحمد لله في تقدم، وان شاء الله هنتحسن واحده واحده. نيجي للخطوه الثانيه اللي قلنا عليها، المذاكره. طبعا اول حاجه مبدئيا هحكي لكم قصتي بتاعت المذاكره. انا طالب في ثالثه ثانوي، مش عام، مش صنايع، مش زراعي، انا طالب ازهري الحمد لله، اللهم لك الحمد. وطبعا انتوا عارفين المواد طبعا عندنا طبعا شريعه حوالي 7 مواد، عندنا عربي نفس الكلام برضو 7 مواد، عندنا طبعا المواد الثقافيه العام بياخدوها عادي جدا. فاحنا طبعا المواد عندنا كتيره جدا جدا جدا، فانا ازاي بنسق بين المواد دي والمواد دي والمواد دي؟ انا بص يا عزيزي، انا ممكن دلوقتي مثلا يكون في الثقافي، أنا ممكن مثلا اقول انا هاخد مثلا ساعتين، فليكن مثلا انا هاخد مثلا ثقافي من الساعه 10 لحد الساعه 12، تمام؟ انا ممكن اجي بعدها ارتاح مثلا شويه، ارتاح ساعه او كده، وممكن اشوف اللي عليا، وبعد كده ممكن امسك مثلا مواد شرعي مثلا، فاخد الشرعي مثلا، فلنفترض مثلا اللي ارتحنا مثلا
لحد الساعه 2 مثلا. هنيجي من الساعه 2 لحد الساعه 4 بناخد مثلا المواد الشرعيه بس. تمام. بعد كده مثلا هنخلص مثلا الشرعي، هنيجي نرتاح مثلا. فلنفترض مثلا نرتاحنا ووقت راح طول معانا. هنيجي مثلا بالليل، شوف مثلا مش بعد الفطار مثلا عشان ما فيش حد بيذاكر بعد الفطار. هنيجي مثلا بعد العشاء، بعد التراويح، صلي تراويحك بعد التراويح، نذاكر المواد الثقافيه، اخر مواد. فانت كده في اليوم بتاعك خدت لك ساعتين من المواد الشرعي، وساعتين من المواد العربي، وساعتين من المواد الثقافي. فانت كده طلعت في اليوم بحصيلة 6 ساعات مذاكرة. انت عندك 24 ساعة في يومك. انت لو ست ساعات للمذاكرة ممكن يبقى لك 18 ساعة يا عزيزي. فانت لسه عندك وقت، لسه عندك متسع من الوقت. عندك لسه هتاكل، ولسه هتنام، وهتنزل، وهتخرج. بس انت لازم تخلص اكبر كمية انت تقدر عليها. طبعا حكايه ثالثه ثانوي دي حكايه صعبه جدا. في ناس ممكن يتفرجوا معايا في ثالثه ثانوي. يا عزيزي السنه هتخلص باذن الله، وان شاء الله ربنا يعيننا، وان شاء الله ربنا يفرح قلوبنا ويفرح اهلنا، وان شاء الله ربنا يسعدنا. وباذن الله اللي قدام احسن. ما تبصش لدلوقتي. دلوقتي ممكن الدنيا صعبه عليك، مذاكره ودروس وواجبات والحاجات دي. بس باذن الله دايما بص لقدام. بص انت فين قدام. السنه خلاص قربت تخلص، شهرين او 3 شهور والامتحاناتك تبدا ان شاء الله. يعني شوف قدام هتلاقي نفسك مخلص، وهتلاقي نفسك بإذن الله جابر أهلك، وإن شاء الله مفرح نفسك ومفرح غيرك كمان بنتيجتك بإذن الله. فأنت اعمل دلوقتي. خلاص احنا حرفيا احنا في نص 3. فحرفيا انت ممكن قدامك هما يمكن 3 شهور بالظبط. احنا قدامنا شهرين عشان احنا امتحاناتنا يوم 27/5، امتحانات الأزهر اتحددت. فاحنا لو افترضنا اللي شهرين أو 3، فاحنا خلاص المفروض نيجي بقى عند الشهرين أو ال3 دول نبدأ خلاص نقطع كل حاجة فيهم، هي مذاكرة بس. انت حرفيا انت ما عندكش الا شهرين. فانت عايز تعمل ايه تاني؟ عايز تلعب؟ طب ما فيش وقت اللعب. عايز تاكل؟ عايز تعمل؟ انت كل ماشي واعمل كل حاجة، ما بقولكش حاجة، بس بلاش الخروجات، بلاش لعب او كده. بلاش الحاجات دي دلوقتي الا لما تخلص مثلا اللي وراك. انت دلوقتي مثلا عندك مثلا مواد مثلا، فليفترض مثلا انت عندك بين في العام زي ما سمعت 5 مواد. فانت مثلا دلوقتي لو مثلا حضرتك ادبي، فانت هتاخد دلوقتي هتاخد مثلا هتفتح كتاب الجغرافيا. تمام. هتاخد مثلا من الجغرافيا دي مثلا من 10 للساعة مثلا 12 مثلا. فلنفترض من 10 لحد 12. فانت مثلا خدت من 10 لحد 12. شوف بقى انت خدت لك مثلا ايه، راجعت ايه، حليت واجب ايه. لو سواء كنت بتاخد في سنتر، تمام، تروح السنتر تكتب الواجب بتاعه، تعمل حاجة مثلا في الجغرافيا جديدة، تنظم الوقت. تيجي من بعد 12 هترتاح، وهترجع تاني برضو تكمل وتدعس تاني. يا عزيزي انت مفكر ايه يعني؟ ما ربنا يعيننا يا ابني، ما هي دي المذاكرة. تمام. فاحنا دلوقتي الساعة دلوقتي حوالي 9:03 يا عزيزي. فاحنا دلوقتي المفروض نذاكر. فانا زي ما قلت انا ممكن ابدأ بالمواد العربي الاول. هشوف هخلص نحو او هخلص صرف، او ممكن اخد حبة من ده وحبة من ده. بس انا بحب اركز في مادة واحدة عشان يكون كل تركيزي عليها، وعشان احل عليها بكل كامل قواي العقلية. عشان انا عقلي بيخرب من المذاكرة يا عزيزي اكيد، زي كل الناس يعني. فهنذاكر الأول نحو إن شاء الله من الساعة 9:03. وإن شاء الله بإذن الله هرجع لكم على الساعة 11 لحد بإذن الله ما أخلص كم إن شاء الله بإذن الله يحترم من النحو. وإن شاء الله نرجع ونكمل باقي خطتنا بإذن الله، ونكمل يومنا إحنا قاعدين مع بعض عادي لحد السحور يا عزيزي. أنا مش هسيبك. أنت فاكرني هسيبك يا عزيزي؟ أنا همشي لك اليوم كامل إن شاء الله، وهنشوف الخطط. بس مش هينفع اصور وانا بذاكر، عشان يعني انت عارف يا عزيزي انا ساعات ممكن ابص جنبي، ابص بتاع مش عارف ايه. بس يعني ان شاء الله هذاكر باذن الله، وعشان كمان اركز في المذاكره فمش هينفع اصور. فان شاء الله هذاكر، وباذن الله على 11 بالظبط باذن الله اكون رجعت لكم. وبس انا مش عارف انا بهري ليه. طيب الحمد لله خلصنا العربي، وكنا مخلصين حبه من القران، والحمد لله الساعه بقت 11:10 دلوقتي. وكده احنا مخلصين اول حاجتين، وان شاء الله فاضل لنا حاجتين كمان وكده تمام. والجيم طبعا دي تالت حاجه. طيب يا شباب صلاه الظهر اذنت، ننزل ان شاء الله نصلي تحت في الجامع ونطلع تاني. طيب يا شباب لسه طالع من المسجد الحمد لله، ربنا يتقبل يا رب. صلينا الظهر، والساعه دلوقتي داخله على حوالي 12 ونص. فان شاء الله هناخد قيلوله، وباذن الله هنصحى الساعه 2 باذن الله نقوم نكمل المسير. اصبحنا واصبح الملك لله الحمد لله. الصح دلوقتي الساعه 2:15. انا صحيت 2 بس لحد ما فقت وكده، ولحد ما جيت وفتحت الكاميرا. احنا دلوقتي عايزين نستكمل مشوارنا بتاع الصبح. احنا في الاول قرانا قرآن، ثم ذاكرنا مواد عربية، ثم الحمد لله صلينا، ثم خدنا القيلولة بتاعتنا، ثم بإذن الله هنكمل دلوقتي المواد الشرعية. المواد الشرعية بإذن الله هنقسمها من 2 لحد 4، ومن 4 لحد التراويح براحتك يعني. ان شاء الله هروح هفتح المادة عشان ما اتأخرش اكتر، عشان دلوقتي الساعة تدخل على 2:03 وانا لسه ما عملتش حاجة.
هفتح الماده ان شاء الله هحاول اخلص منها كم كبير، وان شاء الله بعد كده من الساعه 4 لحد التراويح هنهري في اي حاجه. طيب العصر اذن، فانا لازم استقطع من وقتي انزل اصلي في الجامع، وان شاء الله هطلع اكمل الشرعي، وبعد كده باذن الله على الساعه 4 باذن الله اكون خلصت واجي برضو تاني. طيب الحمد لله يا شباب، صلينا العصر وخلصنا الشرعي والساعه 4 و5، والحمد لله مخلصين كده عربي، مخلصين قراننا، مخلصين الشرعي، وباذن الله ما فضلناش حاجه، ما فضلناش الا تمرين، ما فضلناش الا طبعا بقيه صلواتنا دي اكيد دي حاجه مؤكده يعني وحاجه مهمه. فاضل لنا بس الاكل. النهارده اعمل لكم وصفات اكل هتضخمك جدا، وان شاء الله هتفرق معاك جدا يعني، وهتزيد من وزنك لو انت انسان بيحرق بسرعه، ولو انت انسان مش بيزيد في الوزن خالص. انا زهقت وتعبت ونفسي اذن عشان خلاص الساعه لسه 5:30. اخر نص ساعه دي يا عزيزي ما بتعديش، بس ماشي هانت. الحمد لله يا عزيزي، المغرب أذن، فطرنا على 3 تمرات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا هننزل دلوقتي نصلي المغرب وهنطلع هوريكم الأكل اللي أنا عملته، وإن شاء الله نكمل برضه يومنا في الجيم وكده. الحمد لله صلينا وطلعت عملت الأكل ده، عبارة عن بانيه ومكرونة عشان فيها نسبة كارب عالية، والبانيه عشان يكمل لي احتياجي من البروتين، ودي الوجبة دي بتساعد في الضخامة جدا. الحمد لله أكلنا وخلصنا وشبعنا الحمد لله، ونزلت جبت الأوردر اللي في آخر الفيديو إن شاء الله. خمن حذر فزر، وقول قبل ما تشوفه بقى يعني، ان شاء الله ده هنفتحه بعد لما نيجي من الجيم باذن الله بالليل عشان يكون في اخر الفيديو. جاهز دلوقتي عشان عندنا صلاه تراويح وعشان عندنا الجيم، وبعد لما نرجع ان شاء الله هنكمل الحاجه الثالثه اللي علينا وهي المواد الثقافيه، وبعد كده باذن الله هعمل لكم وجبه البلك، هو مش وجبه، هو مشروب البلك، مشروب الضخامه احنا نعمله، وفيه اكتر من 1500 كالوري. المشروب ده مرعب ضخامه حرفيا، بيزود ناس كتير قوي، بيزود الناس اللي هي النحيفه اللي ما بتعرفش تزيد قوي، عشان فيه سعرات، فيه بروتين، وفيه نسبه كارب عاليه. اول حاجه هنا طبعا نزلنا الحمد لله وصلينا، دخلنا المسجد. ما كانوا به يستهزئون. الحمد لله صليت ووصلت الجيم، ما شاء الله. طبعا صوت الشيخ كان صراحه كان تحفه فنيه، اللهم بارك، ربنا يحفظه ويبارك له. احنا كده وصلنا. تاني حاجة طبعا ما تنساش اهم حاجة السترولين، البامب والبار في التمرين. وهنا بقى دخلنا سخنا اول حاجة. اهم حاجة تسخن كتفك قبل ما تدخل اي تمرينة. النهاردة كان عليا تمرين البول، بدأت النهاردة بعقلة بلعبها 3 مجموعات. واهم حاجة تجيب المدى الحركي الكامل، مش مهم العدات، اهم حاجة المدى الحركي الكامل بتاعك. تاني حاجة دخلنا هنا كتف خلفي بالكيبل، دي احسن تمرينة بالنسبة لي دخلتها للكتف الخلفي. تالت حاجة دخلنا هنا باي، ايدك وراك عشان تجيب الجزء الداخلي لعضلة الباي. وهنا خلصنا خلاص وبنغير عشان مروحين، والحمد لله خلصت تمرينة البول. وهنا طالعين، رجعت لكم تاني والحمد لله خلصنا كل حاجة كده الحمد لله. بتحس براحة كبيرة جدا بعد ما تخلص صلاتك، بعد لما تخلص قرآنك، بعد ما تخلص مذاكرتك. واحنا لسه طبعا الخطة فيها، احنا المفروض عندنا دلوقتي جزء من المواد الثقافية. احنا دلوقتي المفروض هناخد ثقافي على الأقل ساعتين. الساعة دلوقتي بقت 9:15، وانا المفروض لحد الساعة 11 المفروض اذاكر مواد ثقافي. ان شاء الله اخلص كم كبير جدا برضو من المواد الثقافية، بحيث اني خلاص خلصت مواد شرعي، خلصت مواد عربي، خلصت المواد الثقافية، اتمرنت. وطبعا اهم حاجة ما تنساش اخلص ونفتح دي سوا. اللهم لك الحمد، مواد شرعي، مواد عربي، مواد ثقافي خلصوا، قرآن خلص، صلاة خلصت، تمرين خلص، كل حاجة خلصت، ناقص بس الاكل، بس اكل بعد التمرين. استنى، دي بجد الوجبة اللي انا بعتمدها بعد كل تمرين، شوية مكرونة وشوية بطاطس وواحدتين بيض، بس دي الوجبة الأساسية، كارب وبروتين وفيها ألياف غذائية كتير. خلصت أكل الحمد لله. وطبعا لازم بعد كل تمرين أهم حاجة سكوب الكرياتين بتاعك. طبعا لو أنت بتاخد 5 فأنت بتضيع علبتك على الفاضي، هو كفاية 3 جدا، عشان الاتنين دول مش هينفعوك إلا إذا كنت شخص متقدم أوي في اللعبة، فأنت ممكن تعمل كده. وطبعا ما تنساش بعد الوجبة اللي أنت أكلتها تشرب لبن. اللبن ال 250 مللي بيكون فيه حوالي 150 كالوري، وبيكون فيه حوالي 7 جرام بروتين، وبيكون الكربوهيدرات فيه حوالي 20 جرام مثلا كربوهيدرات. فانت حاول تشرب لبن بعدها. ترى جايبين بقى ده ليه؟ ده اللي قلت لكم عليه هنعمله مشروب الضخامه. ده هتشربه كل يوم، لو شربته كل يوم انت 30 يوم بالظبط، وهتلاقي فرق في جسمك غريب قوي.
انت مثلا ممكن تكون 70 كيلو، في شهر ممكن تزيد مثلا حوالي 2 كيلو مثلا. فمكوناته ايه؟ اول حاجه هنجيب 100 جرام سوداني، تمام، وترس على طول في الخلاط. تاني حاجه هنجيب موزتين، تمام. تالت حاجه هتجيب زبادي، ويستحسن انها تكون يوناني، بس اليوناني غاليه فانت جيب العاديه عادي مش هتفرق. رابع حاجه هتحط 3 بلحات، ويستحسن يكون اللي هو العجوه او البلح الاسود اللي هو بيكون الطري ده خالص. خامس حاجه هتجيب طبعا لبن. خامس حاجه ده بقى العنصر الاهم، شوفان. هتحط 150 جرام شوفان مثلا، بروتين في نفس الوقت بيكون فيه كالوري عالي. سادس حاجه لو عندك زبيب، تمام، حط منه شويه، الزبيب مفيد جدا. وبس كده، وهتضرب كل ده في الخلاط، هيطلع لك احسن مشروب ضخامه ممكن تعمله في حياتك. انا بقول لك امشي عليه 30 يوم، ولو ما جابش نتيجه تعالى انا بيتي اهو، ارجم الشباك بالطوب، بس هنعصره ونيجي. عملناه وفضيناه هنا. تعالى كده ندوق. بسم الله. هو طعمه ممتاز جدا حرفيا. الموز عطيله نكهه مع اللبن مع الشوفان، واضرب كل ده. جربه 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 بجد والله. انت ممكن 30 يوم يا عزيزي، نقل يا عزيزي، تحاول بجرام يا عزيزي في يوم وليله. يجي للحاجه الاهم، وانا طبعا مش هنساكو ولا نسيكو. ويلا بقى نشوف احنا جبنا ايه. بسم الله. بص كده يا عزيزي، انت لو طلعتها من هنا هتلاقي كرتونه. طب هتعمل كده، وبسم الله. انا ما بعرفش افتح الحاجات دي، بس هي متغلفه جامد قوي قوي قوي. احنا هنعمل كده بس، ونعمل. هنجيب التانية، استنى عشان هي ما بتتفتحش يا عزيزي. عزيزي مش الجيم مش مقصر معاه. ما بلاش نفتح بقى. يلا بسم الله. يلا عزيزي، ان شاء الله تشوف قبل ما تطلع. تعالى يا عزيزي اتفضل. ايه رايك؟ بص كده، بص 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 بص. انزلي بقى اعملي معايا علبه بيورجانيك كرياتين. كرياتين صيني 300 جرام 60 سيرف، هديه مني ليكم. ده طبعا ان شاء الله باذن الله اول واحد هيكسب معانا في المركز الاول، ان شاء الله باذن الله هياخد العلبه دي، تمام. وتاني مركز باذن الله هياخد ال 100 جنيه دي، تمام. فودافون كاش او فيزا او حتى انستا باي، اي حاجه اي حاجه متوفره عندك ان شاء الله هبعتها لك. تالت حاجه 50 جنيه دي نفس الكلام، فيزا انستا باي او فودافون كاش. دلوقتي انا قلت لكم اللي فيه حاجه رابعه اللي هي البونص. البونص دي لو مثلا الفيديو مثلا ده مثلا جاب 200 لايك، فانا هختار حد من الكومنتات عنده صفحه على التيك توك، واعمل له اي فيديو هو عايزه ترويج للفيديو بتاعه، تمام. ده البونص اللي انا قلت لكم عليه. فده ان شاء الله اول واحد باذن الله هياخد العلبه دي، تاني واحد هياخد ال 100 جنيه دي، تالت واحد ان شاء الله هياخد ال 50 جنيه دي، تمام. انا عارف ان الهدايا والله يعني بسيطه او مش اعلى حاجه، بس باذن الله هنبدا واحده واحده وهنطلع احسن واحسن، وان شاء الله كل فترة يكون في تطور في الهدايا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله خلصنا فلوج النهاردة. طبعا إحنا بننام على الساعة مثلا 12 عشان نصحى الفجر، ونقوم بإذن الله نكمل بقية اليوم اللي أنا قلت لكم عليه. وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربنا يسعدكم ويوفقكم ويجعلكم من أحسن الناس. أنا اتشرفت إني أكون هنا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.